السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة الكبدة والكلاوي والقلب، واقول لكم على التفرقة اللي ما بينهم هما التلاتة في السوا. عندي هنا القلب، اللحمة بتاعته بتبقى قاسية شوية عن الكبدة وعن الكلاوي، وعندي هنا الكلاوي بتاخد سوا بس مش زي القلب والكبدة. عندي هنا الكبدة ما بتاخدش سوا خالص، ما فيش 8 دقايق او 7 دقايق، بتبقى على النار مع التومة والليمون والفلفل الالوان وبتبقى جاهزة عندنا. عندي هنا المقادير، في عندي كبدة كلاوي وقلب، وفي هنا ملح وفلفل وكزبرة وكمون، وعندي هنا معلقة من التوم المفروم وبصلتين كبار او بصلاية حسب ما انت عاوزة الكمية في قلب الكبدة بتاعتك والكلاوي والقلب. وعندي هنا فلفل الوان، وفي هنا عندي عصير ليمونتين، وبحط طبعا القشر بتاع الليمون في الكبده زي ما معوداكم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. حطيت طاسه على النار عشان هعمل فيها القلب. اول حاجه طبعا حطيت زيت ومعلقه من الملح. لو انت عايزه تعمليها بليه يبقى تمام جدا، بتدي ريحه وطعم حلو قوي للكبده بتاعتك، بس انا بحب اعملها بالزيت. احط عندي هنا التومه بتاعتي بالشكل ده، وما خليهاش تغمق قوي، يعني تصفر بس. اول ما التومه عندي هنا تدي صفار شمسي كده، هننزل بحبه كده من الفلفل الاسمر عشان ريحه التوم تبان معانا في الاكل. وبعدين هنزل بالقلب زي ما قلت لكم، القلب قبل الكلاوي والكبده. هنا بتدي للقلب معاكي كده تقلبتين حلوين لحد ما تحسي ان هو خلاص دخل في السوا. طبعا هتحطي شوكه في قلب حته اللحم بتاعه القلب بالشكل ده وتعرفي اذا كانت استوت ولا لا. اول ما تدخل في السوا على طول هننزل بالكلاوي بتاعتنا، بس هنسيبها كده شويه نقلب فيها لان القلب بياخد سوا عن الكلاوي وعن الكبد بالشكل ده. عندي هنا خلاص القلب استوى، بص بحط فيه الشوكه بالشكل ده بتلاقيها دخلت على طول، يبقى معنى كده ان هو استوى او دخل خلاص في مرحله السوا. هنيجي بقى بالكلاوي بتاعتنا بالشكل ده ونحطها على القلب ونديها برضو تقلبتين 3 لحد ما يدخلوا مع بعض. هندي طبعا للقلب والكلاوي بالشكل ده تقلبتين لحد ما تحسوا ان الكلاوي خلاص دخلت في السوا. عايزه اقول لكم على حاجه، لما تيجوا تتلجوا الكلاوي والقلب والكبده قبل ما تعملوهم حوالي 10 دقايق، الدم اللي موجود فيهم في ناس كتير بتقرف من الدم ده غير ان الدم بيدي زفاره وحشه قوي وانت بتعمليه. فتلجيهم الاول في الفريزر قبل ما تنزلي بيهم في الزيت او الزبده بتاعتك. هتاخد تقلبتين كده قبل ما نحط الكبده بتاعتنا. عندي هنا خلاص الكلاوي استوت بالشكل ده، بتحط فيها الشوكه بتلاقيها خلاص دخلت كده. بتنزلي بقى بالكبده بتاعتك، دي اخر حاجه خالص. الكبده ما بتاخدش على النار اكتر من 7 أو 8 دقايق. هدي تقلبتين بس ونرجع تاني. عندي هنا كمان الكبده اخدت غلوتين مع الكلاوي والقلب بالشكل ده. انزل بقى بايه؟ بحبه كده من عصير الليمون وبالبهارات بتاعتي. هنزل بشويه كزبره وشويه ملح وشويه فلفل ومعلقه حلوه كده من الكمون. وطبعا زي ما عودتكم قشر الليمون على طول مع الكبده، وهنديها تقليبه كمان. تعالوا بقى نعمل الفلفل والبصل اللي بيتحط على الكبده. انا ما بحبش احطها مع الكبده عشان بتدبل كده بيبقى طعمها مش حلو. حطيت طاسه على النار وحطيت فيها معلقه من الزبده، وهنزل بالبصل بتاعي بالشكل ده واديله تقلبتين بس. الخضار عندي او البصل والفلفل والحاجات ديت لما بتدبل قوي ما بتديش طعم حلو مع الكبده، انما لما تعمليهم فيهم قرشه كده وطعمهم بيبقى حلو بتحسي بطعم الخضار بتاعك، وكمان ما بيفقدش القيمه الغذائيه بتاعته.
خدت معايا تقلبتين بالشكل ده البصلايه. هنزل بالفلفل الالوان. مفيش فلفل الوان حطي فلفل اخضر، مفيش فلفل اخضر حطي بصلتين او بصلايه وخلاص على كده، مش مشكله، مفيش حاجه توقفك، بس احنا بنبص بس على الحاجات اللي فيها قيمه غذائيه. الفلفل الاخضر والفلفل الالوان مليانين فيتامين سي بالنسبه للاطفال، فانت ما تصدقي تحطي ده في الاكل عشان خاطر ولادك. هناخد برضو تقلبتين بالظبط كده، وبعدين هننزل بالبهارات اللي احنا حطيناها على الكبده، اللي هي الملح والفلفل والكزبره والكمون بالشكل ده، وتديهم بس تقلبتين لحد ما يدوكي بس ايه ده بلام بسيط قوي. خلصت كده معايا تشويحتين بتوع الفلفل والبصل. هننزل بقى بيهم بالشكل ده على الكبده بتاعتنا كده، ودوقي بقى الطعم اللي انت عايزاه. عايزه الكبده فيها صوص حطي شويه ميه سخنه، مش عايزه الكبده فيها صوص وعايزه تعملي سندوتشات بس في الفينو، بتخليها زي ما هي بالشكل ده وتقلبي وتقدميها.